بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في الحلقة الأخيرة من حوارنا المسلسل الذي كنا قد بدأناه منذ أيام مع مدني مزراق الأمير الوطني للجيش الإسلامي لإنقاذ المحل. تكلمنا طيلة هذه الحلقات عن أشياء مهمة ذكرت لأول مرة، وفي الحلقة السابقة كان مدني مزراق قد تكلم عن تفاصيل مثيرة ذكرها لأول مرة عن بداية المفاوضات، مفاوضات الجيش الإسلامي للإنقاذ مع الجيش، مع المؤسسة العسكرية، ولقاؤه الأول مع الجنرال إسماعيل. هذا اللقاء الذي تقررت فيه أو قرر فيه الطرفان الذهاب إلى هدنة، وبعدها إلى مفاوضات جدية قادت البلاد إلى حوار حقيقي ومصالحة حقنت بها دماء الجزائريين. دعوني في بداية هذه الحلقة أرحب بمدني مزرق. مرحبا بك في الحلقة اهلا الأخيرة. وسهلا بك. كنت في آخر الحلقة السابقة سي مدني تكلمت بالتفصيل عن أول لقاء مع جنرال إسماعيل، كيف تبادلتم الثقة، كيف وثق كل طرف في الآخر، واتخذتم قرار جريء جدا في تلك اللحظة، وهي وقف إطلاق النار والهدنة بين الطرفين. وأكيد أنه تلت هذه الخطوة خطوات أخرى مهمة حتى وصلنا فيما بعد إلى نزول آلاف المسلحين من الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنا بدأت المغامرة الحقيقية. لماذا؟ لأن الأمر كان يقتضي تنقل الإخوة إلى جميع أنحاء الوطن لتوقيف العمل المسلح. فأول امتحان وقع لي هو أن طرفا أيضا في الدولة استعمل القوات المسلحة وهجم على الإخوة في مكان لم تصله الهدنة بعد. لم يبلغوا بالهدنة؟ لا لم تصله، لأن احنا درنا كل منطقة، عملتوا خريطة، قلت لي خريطة، وكل منطقة جعلنا لها تاريخا. نعم. يعني قبل دخول هذه المنطقة في تاريخ إعلان الهدنة، يعني ما زالوا خرج الهدنة، استعملوا هم القوات المسلحة وهجموا عليهم في مراكزهم. كانوا يعرفون ماذا يفعلون، فتصدى لهم الإخوة لأنهم يعرفون أنهم ليسوا في هدنة. اسمح لي فقط سي مدني، أنا نسيت أن أسألك، لما قررت مع جنرال إسماعيل أنه وقف إطلاق النار، ما كانش في ذهنك مشاورة قادة الفيس مثلا؟ خليني قلت لك باللي خلاص، يعني دوك أنا الفيس بعد ما رد خلاص علي الشيخ عباسي، بعد ما رد علي الشيخ عباسي في الرسالة، نعم. وبعد ما أعلن زروال باللي ملف الفيس مغلوق وأنه لن يستقبل رجال الفيس بعد اليوم أو يتحاور معهم. هنا الجسم ينقض، خلاص تاخذ قرار باش انا كنت فهمتك في الحصه. خلاص يعني طويت لا لازم نروك الان، لازم احنا ننقذ ما يمكن ينقذه. نعم نعم. فهمت؟ ف هاجموا على الإخوة في المراكز وتم الاصطدام والاشتباك، فتم قتل بعض أفراد الجيش وبعض أفراد الميليشيات الباتريوت في الوقت هذاك، واسترجع حوالي ثلاث أسلحة كلاشينكوف. نعم. من الجيش. أنتم أخذتوها من الجيش؟ احنا أخذنا. نعم. ووقعت كارثة. اللي فعل الفعلة أو مصدق ربي يرحمه على كل حال الكولونيل هذاك، وهو علي البحر ربي يرحمه، مات من بعد. رفعت تقرير مباشرة للناحية، كان في الوقت هذاك بوغابة اللي فيها، وترفع تقرير مباشرة لهيئة الأركان على أن أساس أن الجيش السامي الإنقاذ راهو قتلنا وسلب منا كذا وكذا ونقض الهدنة. ايش نقضوا باللي راهو السيد راهو ما يتحكمش في الجنود تاعو. نعم. وما حبوا يبرهنوها كما داروا للفيس، كما داروا للشيوخ، حبوا يبرهنوا بكل وسائل ان الجيش لا يسيطر على قوته، وان الهدنه معه ما هي الا خطوه ليست مجديه. نعم مجديه. يهز الحاج التليفون مسكين، يعيط لي ولا اتصل بيني وبينه مباشره درك. قال لي كيف التليفون؟ دوك نحكي لك على التليفونات بالعقل، كنا مازال الموبيل. انا جاي دار التليفون بيني وبينه مباشر. قال لي كان يعيط لي عمر، يعني الاسم تاعي العسكري عمر. نعم. في الوقت هذاك لليوم راني معروف بعمر عندهم هنا. قال لي عمر لقد وقعنا في مأزق، الجماعة راهم نصبوا فخ باش يفجروا الهدنة، وانا على بالي بلي عندكم الحق،
وعلى بالي بلي يظلموكم، ولكن إلا تحب خوك يكون قوي ويفرض رايه في العملية، استرجع لي الأسلحة الثلاث فقط. قلت له الحاج راهم خرج النطاق تاع الهدنة هادو، راهم هما اللي هجموا علينا. قال لي أعرف كل هذا، لكن الأمر راهو خطير. ممكن يؤدي إلى لا خلاص، قال لي هما دوك راهم حابين يبرهنوا باللي لا 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 لمدني مزرق لا يسيطر على لا جنوده. القوة نعم. تاع الجيش تاعو. شوف قلت له الحاج أنا ونجيب لك الأسلحة، ولكن بالمقابل لازمك تقوم بأعمال تبرهن لي باللي على الأقل أنتم اللي ماشيين في الهدنة، رجال اللي ماشيين في الهدنة داخل النظام، راكم قلبوا رب معنا. قال لي عليا. قلت أنا بعت القوة داك الساعة عند الخوال المنطقة هذيك، وفي خلال 3 أيام استرجعوا لي. وشوف زوج شرط قال لك ما نحبوش تروا كلاشينكوف غير اللي داوهم، يعني افيك لي ماتريكول، يعني ما فيهاش لعب. نفسهم يعني لانه اللي باش تعرف باللي النيه تاعهم كانت خبيثه، على بالهم لي ماتريكول بكل حاجه. قال لك ما نحبوش يعوضنا يعني. انا بعد جبت ريكوبيريت الاسلحه الثلاثه. لما بعثت لهم باش يجيو يهبطوها، لما سمع الحاج باللي استرجعوا وقراوا له لي ماتريكول، قال لي لقد انتصرنا. قال لي لقد انهزموا وانتصرنا. نعم. فهو هنا الحاج زاد ضعف القوه تاعو في التعامل، يعني راح بعيد مسكين، راح بعيد ودار خدمه، يعني دارها حتى في ظهورهم. على كل حال كان يحوس ينجح العمليه بكل. نعم. فكان وضع كل الامكانيات نتاعهم تحت التصرف تاعنا، الافراد، وسائل النقل، طيارات. خلال المفاوضات تقصد؟ نعم خلال العمل دوك تاع تثبيت الهدنه، دوك كاين مفاوضات تثبيت الهدنه. ما لم تحدث لقاءات اخرى غير ما حبسش اللقاءات راهي قاعد مستمره دائما. كل ما نسحقوا بعضنا نتلاقاو. مع لا بيان سور، كل ما نسحقوا بعضنا نتلاقاو. في نفس المكان يجي عندك. يعني قلت نعطيك الصور من بعد. ولكن كاين عمل اعظم الان، راهو اصبح عمل ميداني، وهو انتقال الاخوه القياده في الجيش السامي للانقاذ المفوضه الى المناطق البعيده عن طريق الدوله. يعني يستعملوا الطياره، يستعملوا السياره، ويستعملوا كل حاجه، وتثبيت الهدنه في كل الاماكن. نعم. في الشرق ما كانش عندنا صعوبه. الصعوبه الكبيره بدات لنا في الوسط وفي الغرب. في الوسط كانت المفروض تكون اصعب من الغرب، يعني الغرب كان ايس 100%. في الوسط لا، في الوسط الخوا لا، في الوسط الخوا كانوا بداو جيه، ومن بعد جبدوا رواحهم لما شافوا الانحراف تاع الجيه، وقعدوا كما نقولوا فيس ايس، ولكن مازال ما كانش ارتباط. تقصد بن حجر؟ نقصد خاصه الحاج كرطالي وجماعه تاع زبربل وبن حجر من بعد. ف بعثنا احنا الجماعه ذاك الساعه لهنا العاصمه، وباش يتلاقاو الحاج كرطالي لم يكن ذلك سهلا. ونقول لك باش تعرف باللي الحاج مسكين كان يعرف قيمه العمليه اللي رانا نقوموا بها والخطر والمغامره. فالخوال لازم يطلعوا يتلاقاهم في الليل، لان عمر ما زالت الحرب قايمه بيناتنا، ما كان حتى يوصلوا يتلاقاو جماعه في الليل. ومن بعد الخوا ساعات ما كانش الريزو ما يقدرش يحكمك، وساعات ما تسمحلوش الظروف باش يتكلم. نعم. فكان طول توصل 12 تاع الليل، وحتى تاع الليل 10 تاع الليل، ما كان حتى اوكان سينيال. كان الجيش كان يوصل معهم لمكان، ومن بعد خلاص نعم. تقعد المهمه غير صحاب لاياس باش يفهموا الناس واش دار لاياس الجزائر. المغامرات كلها قام بها لاياس. العسكر كان يغامر معنا، لكن ما كانش يطلع الاماكن الخطيره معنا. كان يوصل عنده حد ويطلق الخاوي يدبروا راسهم، وما على بالهمش خاوي هذو مساكن لا يموتوا ولا يقتلون ولا يحكم عليهم بالرده، ورايحين الاماكن يعرفون جيدا كيف ينظرون الى هذا النظام. فكان مسكين كل تقريبا نص ساعه 20 دقيقه ساعه يعيط عمر كاش سينيال، نقول والو ربي يجيب الخير. لما يكلمونا الخوا على 12 تاع الليل وحتى تاع الليل، لما نخبروا نقولوا باللي خلاص الخوا راهم وصلوا وتلاقاو الجماعه، وبرب ان شاء الله فيها خير. ما زال ما فراوش في كلش، لكن فيها خير. ديجا كان بدايه يقول لي كي سينيالاو وعرفنا بلي راهم حيين، هذا نصر عظيم. وهكذا كانت مغامره مع الجماعه، وكانت مغامره مع بن حجر،
ومن بعد مع الخوات تاع الغرب. تتذكر عدد المسلحين اللي كانوا مع كل واحد؟ انا جايك مثلا كرطالي هنا. انا جايك. هي لا، هو الحاج قطالي كانوا معه جماعه تاع الاربعه بزاف، وانضموا ليه جماعه تاع زبربر، فهو كان بزاف. الحاج الاخ بن حجر كان في الجيه، ومن بعد جبدوا بعد المقتل. الجماعه السلفيه اسس الرابطه لا، هو كان مع الجيه، ومن بعد انسحب بعد مقتل محمد السعيد والجماعه. نعم. ولا وحده دار رابطه الدعوه الاسلاميه هكذا للجهاد والدعوه كذا. هو كان عنده حوالي 100 جندي مع جماعه كامله، تما كان عنده حوالي 100 جندي 900 جندي، لكن قام بعمل يشهد له التاريخ ان شاء الله. ما احنا بديت الحرب مع الجياب، بعد هو زاد ولا يتحاربوا ويحاربها. هما اللي قتلوا زيتوني ربي يرحمه. جماعه بن حجر هما اللي قتلوا، مش دول اللي قتلته. هما اللي قضوا على زيتوني بعد المجازر والاغتيالات اللي قام فيها في الخوات تاعنا. احنا صحيح وجهنا للجيه في الشرق بقوه، وجهنا في الغرب بقوه. كان الجيه كانت مستفحله في الوسط اكثر. مستفحله او حتى عندنا كانت عندنا، ولكن احنا كنا مسيطرين على كل حال. لكن هما رغم قله العدد تاعهم هما اللي قتلوا زيتوني ربي يرحمه. نعم. وفي الغرب كان بن عيشه ايضا عنده كم عدد بالضبط؟ كان خواه بزاف الغرب. احنا عندنا اولا لازم نتكلمك على القيادات اللي كانت في الغرب. كان الشيخ هذا محمد كمال القندوسي، هذا مستغنم رحمه الله، هذا كان من اكبر الرجال تاعنا، وقتلوه في طريق النظام، قتلتوا مصالح الامن على كل حال. وهذا كان من المؤسسين الاوائل نقولوا العمل تاعنا تم. كاين الشيخ نور الدين تاع ودرهيو، هذا اخ كان رئيس المكتب البلدي تاع الفيس، وهذا كان شاد المنطقه الثالثه وسير هذا سير قوي، ونحييه لانه عاوننا مليح في قضيه الهدنه، رغم انه الان ما نفهموش احنا وياه. على كل حال صارت له خلافه بن عيشه، المهم هو ما احنا حكمنا عليه. ولكن نحييه. كان الاخ اسامه من مازونه ولايه غليزان، هذا كان هو الاتصال الرسمي تاعنا هنا في العاصمه، هذا ثاني قتل. ولكن مسلحين. انا جاي كان الشيخ ايوب محمد شنوف، هذا كان رئيس بلديه شلف، وكان قبل ذلك هو شاف قابلين تاع الدائره. نعم. و كاين كذلك الاخ زبير نقيب عسكري، كان مسؤول تما. فهما كان عندهم قوه، ما كانش كيما كانوا صح 2000 تحت يد مع بن عيشه. ربما كان واحد 1500 هكذاك حتى 2000 هكذاك، لان احنا كنا نحسبوا المسلحين، لو كان نحسبوا الشبكات ونحسبوا الناس اللي شبكه الدعم تقصد؟ تروح بيان سور، لان هذو كانوا كل يخدموا، ما عادش تحدي، احنا كنا نحسبوا مسلحين فقط. نعم. خلاص قنعتوا باقي قنعنا الجماعه كامل، ودخل الكل في الهدنه. هنا نفتح قوس صغير، هنا باش بعثنا احنا البيان تاع الهدنه، لان لا قلت الحوارات مع الشيخ. راك تحكي اي سنه هذه اتصالات هذه؟ دوك انا في 97 98 خلاص. دوك في 97 كان عدت مجازر كبيره في 96 وحروب. في اللحظه هذه كان احنا والحاج نخدموا نوجدوا في كيفاه نديروا بيان الهدنه العامه، زي ما درناش بيان الهدنه. بالك الهدنه راهي اتفاق الهدنه تقصد؟ احنا الان الهدنه راهي تجسد ميدانيا بين الجيش والجيش قبل التوقيع الرسمي. لا قبل بيان الهدنه، مازال ما درنا حتى بيان تاع الهدنه احنا. باش يعرفوا الناس باللي الهدنه كانت من طرفين. احنا الان رانا نجسدوا في الهدنه ميدانيا، والبيان تاع الهدنه مازال ما خرجش. في هذه اللحظه انا نسيت ما قلت لكش امر مهم، ان الحاج لما جاء في اول يوم عطاني النطو، لان انا كنت طالب باللي يخلي الجماعه يدخلوا العباسي. هو قال لي عباسي برب ان شاء الله بعد ما نروح من عندك منا 4 ايام يخرج. كان قرروا له 15 يطلقوه بفضل الاتفاق هذا. هو بفضل الاتفاق هذا اللي خرج عباسي، بصح انا نقدر نحط بين قوسين، هو رسمي بفضل الاتفاق هذا، ولكن نحط بين قوسين نخليها للتاريخ هذه. ربما الخلاف بين والصراع الذي كان موجود بين التيار في الرئاسه والتيار في الاركان والتيار في المخابرات، ربما وصلوا لحد العمليه، ربما كيش نقولوا تعاطقت بيناتهم. كاين جهات ثاني كانت قبل اصدق عباسي هكذا ولا. فالجماعه اللي معنا اسرعوا باستلام زمام المبادره، وادخلوا قضيه اطلاق عباسي في العقد يعني.
في اتفاق الهدنه. في اتفاق الهدنه. نعم. وحتى تاع حشاني ايضا، هما حشاني بعد يقول لك باللي انا طلقوني 5 سنين. هنا واضح انه حدث شرخ بين عباسي وباقي قيادات الفيس. انا جايك. فهو شيء، هو قال لي باللي عباسي برب ان شاء الله ابري 15 جور يكون برا، عطاني فوكسايك لو 15 الاستاذ جويي. الشيخ علي هما كانوا من الضربه تاع ال 95 الحوار هذاك اللي كانوا يشوفوا باللي وجود الشيخ علي يفسد الحوار، وجوده الى جانب عباسي الشيخ المدني. عباسي نعم. كان يفسد الحوار. يؤثر عليه. وقال لي الحاج بالحرف الواحد، قال لي انا نضمن لك باللي الشيخ علي من بعد نجيبوه ان شاء الله، ولكن في المده هذه الى حاب ينجح العمل خلينا نخدموا مع عباسي اولا ومن بعد نخدموا مع الشيخ علي. انا كنت فاهم الوضع مليح، قبلت، قلت له مش مشكل. فتم اطلاق الشيخ عباسي مدني. نعم. ايوه. ولكن بقي في الاقامه الجبريه. لا ما كان لا اقامه جبريه الاول، طلقوه من 97 هو خارج السجن. ولكن لم يكن يتحرك. اسمع لي طلقوا الشيخ عباسي، زادوا طلقوا الشيخ حشاني، وخلاو الجمعة تاع الشيوخ يلتئم، يتلاقى الشيخ عباسي مع الشيخ عبد القادر مع الشيخ علي جدي مع الشيخ حشاني مع بعضهم يوميا. نعم. يتصلوا بمن يريدون، الخارج للداخل يتصلوا بنا. الشيخ عباسي يتصل بي ونتصل بالتليفون بكل بساطة. ولكن شوف نعطيك الشيء اللي كاين. انت قلت عباسي ظالمني، هي فرصة أنا وصلت للظلم ديالو. هو احنا احسن عملية كنا حابين نقوموا بها في الهدنة، وهذه نحيي الجيش الوطني الشعبي ممثلا في المخابرات خاصة، انه قبلها لنا اننا نستغل الهدنة لتوحيد الجيش وتنظيمه تنظيما جيدا، وحتى تموينه بالاموال فقط تكون بالطرق المشروعة. اي جيش، الجيش الشعبي الوطني. الجيش الشعبي الوطني نمونو الجيش تاعنا احنا ماشي تاعهم. وكان الخوف في الجيش وحتى في الجماعات اللي وصلت لنا، كانوا كل يقول لك هذه مستحيل يخليوها لنا، والله غير خلاوها لنا اكثر من لا كنا نتصوروا. كيف كانت الصياغه تاعها؟ كان سمحوا لنا نتنقلوا مع الخوف في كل مكان ونتلاقاهم في كل مكان وننظموهم ونلموا الاموال من الخارج، سمحوا لنا بكل حاجه. تلموا الاموال للجيش الاسلامي للانقاذ. اسمع لي يا شيخ نقول لك، لولا تلك الاموال الهدنه كانت تجهض 100 مره. ما تنساش باللي احنا قتل لنا اكثر من 85 فرد خلال الهدنه غدرا. الهدنه كاين جهات استعملت المستحيل لتفجيرها، ومن تفجير تاعها خاصه المال، لان المال لما ما يكونش وين ياكل الجندي هذا باش يعيش، وين يلبس، كيفاه؟ لازمك تروح تلم المال بدر عليك، وكل ما تلم المال تحضر الاصطدامات، لما يحدث الاصطدام يحدث القتل، لما يحدث القتل تنفجر الاوضاع. يفشل الحوار. فالخارج هذا اللي راكم تسبوا فيه عاون الجزائر، نقول لك اكثر ما عاونها النظام والله العظيم، لانه هو اللي سير الهدنه كامل بالاموال من عند هؤلاء المحسنين، واجرهم ثبت لانهم ساهموا في انقاذ الجزائر. هنا اللي دخلت الاموال اللي حكيت عليها اغلبها فلوس هذا دخلها. نعم. فالشيخ عباسي ربي يذكره بالخير، وربي ان شاء الله يغفر له ويغفر لنا، وربي يجمعنا في الجنه مع بعض، بدلا من ان يعمل على توحيد الجيش. انا كنت بعثت له جماعه شخصين من القياده، بعثت له حمدان وبعثت له مصطفى كبير، وبعثت له البيانات وباش يفهموه كيف تمت الوضعيه. كي وصلوا له كانوا يحكيوا له كيف تمت المفاوضات، كيف واعطوا له البيانات، اندهش وبكى وقال لهم بالحرف انا جندي عند فلان يقصد عليا. كي هضر معايا قلت له انا قالها عباسي. كي هضر معايا قلت له انا ولدك يا شيخ، انا ولدك واش انت جندي عندي، انا راني واحد من ولادك. نعم. كي بدلا من اللي يخدم على توحيد الجيش بالعكس خاطب بن عيشه وحده، هو تحت القيادة تاعي، وخاطبني وحدي، وخاطب بن حجر وحده، وحب يخلي الامور مقسمه على باش يقدروا يتحكموا في الامور. كان يعني بصراحه كان عنده موقف شخصي منك ولا ما كانش عنده موقف؟ من بعد بان في الاول ما عنده شخصي مني، من بعد بان الموقف الشخصي تاعو مني. نعم. فلما العمليه هذه هو قال لك هذا
تفريق الجيش. احنا كنا ننتظر منهم يعاونونا في توحيد الجيش، فاذا بهم يفرقون الجيش، وهكذا احنا راح نضعفوا، ومش مستحيل اننا نقدروا نضغطوا على النظام. نعم. وعملنا احنا المستحيل وهما ما ساعدوناش في هذه، خلاص العكس، والله غير خدموا المستحيل باش يفرقونا. هذه الحقيقه، والرسائل ما زالت، واش كانوا يبعثوا من الحجر، واش كانوا يبعثوا لنا، واش كانوا يبعثوا. خدمنا المستحيل، والحاج هو معي نحييه، وهذا واحد من الرجال اللي وقفوا كالاسود. خلينا نقولها، انا تطلق على انفس الاسود وهم سيد كرطاني. انا نقول لك وحده وقف في وجه الجماعه تاع 4 مرة وزبربر وخاطبهم بكل رجوله، قال لهم الحل هذا هو الحل، اللي يحب يمشي فيه مرحبا به، اللي ما يحبش يمشي هو الجبل. ووقف في الدخول تحت رايه الاسلام الانقاذ والوحده الوطنيه بقوه، ولم يتردد رغم الناس حاولوا قدر الامكان من هنا وهناك ان يجروه الى امر اخر. وتوحد الجيش، توحد الجيش بالفعل، وقعت قيادته واحده، ورغم ذلك ما توقفوش، قعدوا ديما يخلطوا لي عن طريق بن عيشه وعن طريق غيره وعن طريق بن حجر باش يخليوا الموقف. واش كان نيتو عباسي لما على باليش به، انا نحكي واش كاين ونيتو يحاسبوا عليها ربي، يعني واش كان الهدف؟ خلينا من نيتو، الهدف تاعو تنظيميا واستراتيجيا وعسكريا راهو كان يضرب في الجيش من حيث يدري او لا يدري. قضيه النيه ما على باليش بها. هي اكيد واحد عنده هدف لما دعني وضحت لك نيتو تقلب عليه. ف هنا ظلمنا بزاف، حنايا ظلمنا وخدم ضد مصلحه الجيش. وزين نقول لك باش تعرف النيه تاعنا احنا والصدق تاعنا والمحبه تاعنا. انا في الوقت هذاك النظام كان حط في يدي كلش، لاني هو بالنسبه ليه المفروض يداه من جبهه اسلاميه، ولكن رغم ذلك لما بعثت عبد الرحمن مولكيه ومختار بعد مصطفى وبعد حمدان للشيخ، لقاو راي اخر، لان احنا كنا رايحين نديروا البيان تاع الهدنه. لقاو باللي عباسي قال لك انا مستعد ندير البيان، تكلم مع الحاج وقال لهم انا مستعد ندير البيان وندير ندوه صحفيه. الحاج ما عجبتوش، تكلم مع الجماعه قال لهم باللي قولوا له باللي الشيخ عباسي وحاب يتجاوز وكذا. هبطوا الجماعه مباشره من الجزائر عندي مباشره، طرحوا يما. هزيت انا التليفون للحاج قلت له الحاج اذا كان الشيخ مستعد يدير هو البيان تاع الهدنه ويدعو لتوقيف القتال انا نحييه ورانا معه كل. قال لي ربما عمر يخلطنا. قلت له خلطنا نتحمل المسؤوليه، خليه يخدم، دعه يفعل. وبدا ذاك الساعه الحوار مباشره مع الشيخ. انا حطينا احنا كلش في يده. كنت بحضوركم ام اسمع لي حوار مع شيخ؟ لا خلينا له كلش في يده احنا. انا قول الحاج ما شتاش، ولكن احنا قلنا له خلاص احنا نقبله، واش يديرها مبروك عليكم. وكي نقول الشيخ عباسي مع حشاني مع الشيخ عبد القادر مع الشيخ عجدي مع قمازي، الوحيد اللي كان غايب هو الشيخ علي. فخلينا الامر فيه الدعم، ما زيناش دخلنا فيهم خلاص. كنا احنا نعملوا برك على تنظيم الجيش وتوحيده واستعداده، لان في لحد الساعه واحد ما ضامن باللي تستمر الهدنه وينفجر الحرب لحد الساعه. فهو الشيخ عباسي طول، هو يقول طولوا عليه هما. هو دار في الاول بيان وزعته انا في الوكسه، دار بيان بخط يديه. لما دعا قدموا الحاج والحاج قدموا زروال، دعا فيه كل الناس، دعانا احنا، دعا الجيه، دعا الجيش الوطني الشعبي باش يسمعوا النداء ديالو. السيد من زروال يحكوا لي عليه على كل حال جماعه الحاج. قال لك لما قرا قال لك هذا يدعي الجماعه ديالو صح، يجيش احنا ما يهضرش معاه، احنا ندبروا راسنا مع الجيش تاعنا. قال لك هذا يدعي فينا كل احنا واش يكون. فرفضوا له هذيك ووخروا له الندوه الصحفيه اللي لازم يكون يديرها. اونترو طون فهم مليحه، اونترو طون هو قلق، مانيش عارف شكون جا خلط له في ودانيه باسي مدني. يعيط لي. كنت في الجبل هنا، كان جماعه تمام مجمعين عندي كامل، خوف القياده تاع الشرك كامل. الو واش راك؟ لاباس لاباس معك ولدك الشيخ، ديما نقول له هكذا، معك ولدك الشيخ. قال لي شوف لي الطياره اللي جاي عندكم الجيش باش نجي هكذا. ضحكت انا قلت له من نجي؟ جماعه على بالهم ولا ما على بالهمش؟ كان ما يجيبوكش جماعه ما تقدرش تجي.
قال لي راه ما حابينش وقاعدين يماطلوا ما خلناش نديروا صحفي، لان احنا متفاهمين بعد ما يدير ندوه صحفيه عنده الحق في التنقل لكل مراكز في الجيش ويقصر ويحكي ويناقش، لان احنا كنا حابين نقنعوا كل المسلحين حتى تاع الجيه. نعم. قال لي قول لي الديبار غدوه نجي. قلت له ما تقدرش تجي لكم ما يسمحولكش. قال لي ما لا كلمهم. قلت له نكلمهم. عيطت للحاج قلت له واش درتوا لنا هذا الشيء خال الحاج؟ الشيخ راهو غضب وراهو يقول باللي ما حابينش تتعاونوا. لا قال لي ابدا. زاد حكى لي نفس الحكايه. قال لي هو دار البيان الاولى هذاك رفضوا لنا زروال لانه راح يخاطب فيه الجيش في الجيش الوطني الشعبي، طلبنا منه فقط يعاود يدير البيان يخاطبكم انتم فقط ومن بعد يدير لنا الصحف تاعو على روحه. فقلت له وقتاش تكون له صحفيه لازم تضربوا له. قال لي نهار الاربعاء كانت هو يكلمني بالاثنين تقريبا الاثنين لحد الاثنين. قال لي يوم الاربعاء تكون له صحفيه باذن الله. قول له برك يجيب لي البيان نشوفونه. أسألك عن تفاصيل الندوة الصحفية سيد مدني مزرق، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل ثم نعود. عودة بكم مشاهدي الكرام. كان السيد مدني يتحدث عن دور عباسي مدني في الهدنة، اللي ربما لأول مرة تذكر هذه المعلومات أنه عباسي مدني أفرج عنه في 97 وكان له دور بارز في الهدنة، ولكن كانت له أيضا مشاكل مع الجيش الإسلامي للإنقاذ. أنت اتهمته بأنه ربما ساهم في لم يحترم قيادتكم الوطنية للجيش الإسلامي للإنقاذ، ساهم في تقسيم الجيش الإسلامي للإنقاذ. هل تمكن من عقد تلك الندوة الصحفية؟ انا لم اتهم الشيخ عباسي المدني ولكن اذكر الحقائق. ما اتهم نعم. انا اشهد لا اتهم. قلت لك قال لي كلمتهم انا عاود كلمته قلت له الشيخ شوف اتصلوا بك الجماعه غدوه تعطي لهم البيان المذكور بربي ان شاء الله يوم الاربعاء تنظم ندوه صحفيه بعد الاربعاء ينقلوك لعندنا مرحبا بك الجبله تاعك الكل. وتم الامر وانتهى. بالنسبه لي نفاجأ. وهنا تاني نزيد نفتح قوس صغير. انا الان تاكدت يعني في المسيره تاع الاسلاميين وفي غير الاسلاميين ان هناك من اعداء الاسلاميين من يستعمل اصدقاء الاسلاميين لايقاعهم في الاخطاء التي تسمح له بتفجير الاوضاع. نعم. بين الاثنين والاربعاء ولا الحد والاربعاء يعني ماكسيموم. ما نعرف شكون اتصل به من الخارج شكون دبر عليه. نفاجأ الشيخ هو تراجع في موقف. لا نفاجأ هو رغم ان احنا تكلمنا تدخل اجنبي لان الدوله الشيء اللي حبته فينا احنا اننا كنا ضد التدخل الاجنبي مهما كان نوعه وما سمحنا حتى الجهه تتعامل معنا بقضيه. هذا الشيء اللي خلاهم ينظروا لنا كوطنيين كما يقولوا هما. ف يدير هو رساله الكوفي عنان يطلب فيه منه من الامم المتحده باش تنظر في القضيه تاع الجزائر كذا 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 كذا. بعت رساله كوفي عنان يطلب منه الوساطة يعني بين النظام والجماعة المسلحة. بعت رساله لكوفي عنان باش ينظروا في امر الجزائر. نعم. ودارت ضجه دارت انفجار كبير. الحاج دهش كي خرج رساله عيط لي قال لي عمر سمعت؟ قلت له غير خير ان شاء الله. قال لي السيده وفجر. بالتذكير عندما تقول الحاج تقصد اسماعيل الحاج اسماعيل ربي يرحمه. راهو فجر العمليه برمتها. دا الخير قال لي وكتب رساله لكوفي عنان وانا الاركان راهم سبوني كامل وراهم شعروا باللي رانا مشينا بهم للطريق برك والاهداف راهي كانت غير التي كنا نتكلم عنها. قال لي شوف هم راهم عباسي راهم وقفوا راهم ردوه الاقامه الجبريه. راهم منعوا عليه هنا اللي فرضت عليه الاقامه الجبريه. نعم. وراهم منعوا عليه التليفون. قال لي وما على باليش واش راح ندير انا وياك الان رانا في الميزان. قلت له شوف غدوه تهبط كي تجي نعطيك الحل نستمر اللي بغى نموتوا. هو دو كلهم متهم عند اصحابه. نعم 100%. فاحنا لما بعثوا لنا ذاك الساعه البيان اللي كتبوا
الشيخ عباسي وكان مكتوب يتكلم علينا على اولاده كذا كذا، عباسي واولاده، واللي موقع هو ابنه سلمان عباسي. كي جا البيان واجتمعوا الخوات تاعنا، انت كي نتكلم سلمان ام اسامه؟ لا أستاذ سلمان. نعم. سلمان انسان طيب. نعم. لما اجتمعنا كي نتكلم ديما القياده الشرق مفوضه من الوطن كامل على كل حال. اجتمعنا في الليله هذيك نقصروا، قال لك كيف هذا عن طريق لفافات ولا عن طريق منه كي يمشي في القضيه هذه ويفجر بهذا، يعني هو بلا ربعه كان يدير ندوه صحفيه، وكيف هذا راح تولي ملوكيه يتكلم مع العباسي ولادو. احنا نسبوا في النظام ونقول له التوريت وكذا. نوض انا تكلمت قلت لهم يا ولدي هو يقصد ولادو نحن، ولكن هو كان يقصد ابنائه، حسنا عائلته. انا قلت لهم بلي يقصد ولادو نحن. كان عندنا واحد الاخ شويه قايد شويه مقلق، طرح راسه من بعد قال لي بون غنقبلوها منك هذه نتاع ولادو. وسلمان عباسي كان عندنا واحد قايد فيلق في المنطقه، قال لي قصد سلمان تاع الزن ولا قصد سلمان تاع الالمان. يعني واضح انه قصد عائلته يعني. طبعا كان قصد عائلته دنيا. فكانت ضربه قاضيه للعمليه. الحاج جا غدا ذاك تلاقينا قصرنا، قال لي واش الراي؟ قلت له ما كان حتى راي، قلت له احنا تفاهمنا باللي ننجحوا. قال لي كيف راح نديروا؟ قلت له يا اخي اللي هو باين الهدنه، وباين الهدنه كنت انا راح نديره مش الشيخ عباسي. قال لي نعم. قلت له ندير البيان كما نحب انا على اساس تطلعوا انت في الصحافه وفي التلفزيون بدرع. قال لي صعيبه يا شيخ. قلت له لا تفعلها. قال لي نطلع نقول لك انا نضرب مع صحابي انت تضرب مع صحابك. قلت له الثانيه تخلي حشاني، وما كانوا ما يحبوش حشاني ربي يرحمه، ما يحبوش لان جربوا معاه ربما ما على باليش علاش ما يحبوش. قلت له تدخل حشاني على الخط. قال لي فسدنا العمليه. قلت له انا ندب راسي به، نعرف حشاني وحبيبي وبالفعل كان حبيبي. قلت له وهو يعني يقول الفرنساوي الفولكو يقدر يقوم بالعمليه على احسن وجه. واحنا كنا في القياده يعني كنا تاع الشرق نعرفوها كامل، كنا نظنوا باللي دوك الشيخ عبد القادر يعني يقوم بالمهمه لان خلاص عباسي خلاص دوك ممنوع عليه. يعني طرف سياسي لا يعني جانب طرف عسكري. احنا نتناغم معه جيدا يعني. نعم. وعنده الفكر تاعو ثاني من ناحيه من ناحيتنا احنا ما كان حتى مشكل، ويفهم الامور هذه مليح. فقال لي نقول لك شي حاجه والله يا عمر، قال لي لما نوصل لهيتلر كان ونذكر قضيه تاع حشاني، قال لي غير يبزقوا لي في وجهي. كان مغضوب عليه من النظام. كان مغضوب. فقال لي ولكن والله غير نحارب اللي ندخلوا في المعمعه، ولكن انت قال لي ما دير والو حتى نخبرك. لا نجحنا او نجحنا، الا فشلنا خلي زيد تخلا وربي يجيب الخير وخلاص. كيطلع هو جاب معاه وقيلا ليل كامل هو يدير، من بعد الصباح يطي قال لي خلاص راني قبلوا باش يدخل حشاني في الخط، وقبلوا باش نحميوه، وقبلوا باش نعطيوه الحريه تنقل معاكم، لكن طلبوا ضمان وهو ان تكتب البيان تاع وتبعتوا لنا. قلت له البيان نكتبوه نبعته. قلت له فقط اللي يجيبوا تهزوا مع حشاني ويديوه للغرب، لا استغفر الله يا ربي لا. قلت له البيان ما نكتبوش، قلت له نبعث لك واحد تهزوا مع حشاني وتديوه للخول الغرب، ومعليش تما يكتبوا البيان على رواحهم الا حبوا يكتبوه باش انتم تكونوا راضيين وهما يكونوا راضيين. يعني نبعث برك النقاط انا اللي يديروا فيها البيان. فجلسنا احنا مع الخوه هكذا قصرنا شكون نبعثوا. قلنا لازم نبعثوا واحد اللي يكون يعرف شويه الشيخ حشاني، انا ما نقدرش نروح. كان مصطفى جاني من القل، مصطفى كبير كان جاني من القل. قلت له تمشي انت؟ قال لي نمشي. قلت له رد بالك تقنعوا. قال لي ما هنا يا شيخ، قال لي بقدر مش الانسان اللي راح يوقف لنا احنا ضد هذا الامر هذا. راح بواحد التفاؤل مسكين يعني ما عندك ما تقول. وانا كنت متفائل 100% باللي هذه عبد القادر راح وصل له عنده مسكين قصره معاه. نعم.
عيط لي من بعد قال لي الشخص هو مش كيما رانا نصوروا. النظام ظهر يعرفوا أحسن منكم ربما. قال لي تغير، قال لي مش اللي تعرفوا الشيخ، سنوات سجن ربما. قال لي ما مش الشخص اللي تعرفوا الشيخ. قلت له تعديه لي، عداني حشاني، وانا حشاني كي نقول كان حبيبي كان حبيبي، اخوه مازال حي في قلمه يعرفنا مليح، كان حبيبي. عندنا انا بقات في المقر هنايا بقات يعني حميميه لبعد الحدود، يعني ما حكيتش عليها بزاف على كل حال. ف كان الريح فوق في الجبل، انا كي نتكلم نعيط، الو واش راك الشيخ كيف حالك؟ هو كي نعيط فهم حاجه بلي نتكلم كجنرال لا ما باليش لانه كانت عنده خلفيه، كان عنده اخبار غلطه، وانا والله غير نتكلم معاه بكل حب بكل اخويه لبعد الحدود. الشيخ قال لي وانا نعرفوا بعضنا وانا وياك نحبوا بعضنا وخدموا بعضنا، دايش سنه في هذا؟ قلت له وين المشكل؟ قلت له ما قال غير هذا. قال لي وتعيط، قلت له مانيش نعيط، قلت له راني فرح، قلت له باش تسمع لي برك. قلت له واش بيك مع مصطفى؟ قال لي ماذا بيا نفهم. قلت له الشيء اللي يفهمك مصطفى او هذاك اللي كاين، ومن بعدك تروح للغرب تتقصر مع الخوا وديروا باين الهدنه تما، ومن بعد تجي لعندي زيد تفهم اكثر واكثر، ونمشيو. قلت له في المهمه مع بعضنا كامل. ف مع الاسف ما قبلش. ماشي ما قبلش، كان مسكين يتكلم بواحد الخلفيه عنده شكوك غريبه وعجيبه، وانا الغالب قلت له الشيخ تسمح لي، انا توسمت فيك الخير واعطيتك القضيه في يدك كامل، وكنت يعني عند كل ثقه باللي راك اهل المهمه هذه، ولكن ما دام عندك التحفظات والشكوك معليش، وكان الامر لم يكن، سنقوم بالامر لوحدنا. قلت له مصطفى روح ترقد. وباقي القيادات ما كنتش لا لم تجد منها أحدا لا، هو يمكن. اللي كان مهم في اللحظه هذيك هو الشيخ عبد القادر، لانه هو الوحيد اللي كنا مازال ما خدمناش معاه، اللي خدمنا معاه مقوسكو فشلت الامور. نعم. إيه. نعم. فرجع مصطفى مسكين غاضب هكذاك قال لي باب الراي، قلت له تروح لعند الخوال الغرب تتنقل، توصل لهم النقاط تاعنا، توصل لهم واش عازمين نديروا، وتجي تروح. هضرت مع الحاج لما كلمته كي عيط له قال لي واش وصلتوا الحيط مع أحسن. نعم. قلت له المهم لن يوقفنا هذا الحائط. قلت له كاين مهمه نديروها انتم كونوا رجال برك، حنا نكونوا رجال. قال لي كيفاه؟ قلت له ندير البيان يلا. فراحوا مصطفى هذاك الساعه وصل عند الخوال الغرب فهمهم ورجع لعندي، ومن بعد انا حررت البيان. البيان كان قوي جدا وعدوه في التلفزيون. بيان الهدنة تقصد؟ ايه هو هذا أثير حول الجدل، وكل ما كان يعني يكثر حول الحديث إلا ويقول لك ما كانش البيان مكتوب، ليس موقع ومكتوب. وكنت أنت تقول في كل مرة أنه عندي البيان مكتوب، بنا فرصة لك أنك تثبت لنا ذلك. يا عجب يا ربي، يا عجب. البيان مكتوب، نشطت الخبر، وخليني نزيد نحكي الحكايه هذه، او جبتها بالدماء باش نشطت الخبر كاملا كوثيقه، ونزيد نحكيك الحكايه هذه للتاريخ. انا بعثت واحد الاخ من الخوات تاع الوسط، كان مير هنا في سي مصطفى، او قتل دوك نفهمك فيه، عمي السعيد، بعثته للعاصمه باش يقوم بالاتصال من الخوات العاصمه. ممكن تهز البيان للكاميرا. هو البيان في الصحافه. من موقعه عن طرف؟ انا هو مدني مزرق. او الطرف الثاني؟ لا، البيان تاع الهدنه. البيان انا اتكلم عن اتفاق الهدنه. لا، اتفاق الهدنه مازال هذا البيان ما لا هو اللي كان مهم البيان تاع الهدنه الاول تاعنا، لان على هذه اللي كانت المشاكل الكل. نعم. لان الطرف الثاني الاستئصالي كان يحب ينسف المفاوضات لان البيان غير موجود. نعم. فاحنا درنا البيان رسميا وبعته للصحف وقراو منه في التلفزيون. نعم. ولما بعته باش ينشروه كامل في الصحف، انا نقول لك الحاج واش قال لي؟ قال لي لو كان احنا الصحافه ضدنا، كلمني على الخبر والدنيا، قال لي راهم ضدنا، قال لي ما ينشروهناش، قال لي بعث لي مون تاعك يديه ينشروا ويخلص عليه دا حبي، قال لي هو ينشروه احنا ما ينشروهناش. وانا بعث عمي السعيد ذاك الساعه
راح الخبر استقبلوا استقبال ما شاء الله، ونشر كانت ما جات محيدة نعم. ما خلقتش. تتكلم 97 هنا. ايه ونشروا البيان تاع الهدنه. البيان كان بالضبط 19 جمادى الاولى 21 سبتمبر 1997 ميلاديه. نعم. في البيان هذا كتبنا بيان قوي، احنا بيان قوي فعلا فعلا قوي. معليش نقرا لك شويه منه فقرات فقط نستثمر باقي الوقت. نذكر برك باش الناس تفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الله المصطفى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الشعب الجزائري المسلم الأبي، حياك الله وبياك وأدامك وأحياك وجعل الجنة متقلبك ومثواك. سلام عليك يا من أثبتت للعالم أجمع وفاءك بالعهد ونصرتك للحق وصبرك على البلاء. سلام عليك في الأولين والآخرين. لا شك أنك تتساءل عن حقيقة ما يجري في الجزائر هذه الأيام، وما موقف الجيش الإسلامي للإنقاذ من كل هذا الذي عودك على الصراحة وإزالة اللبس والغموض الذي يتبع مجريات الأحداث كل مرة. نعم، من حقك الثابت علينا أن ترفع صوتك عاليا وتسأل عن ماهية الاتصالات الجارية ونتائجها وعن حقيقة المجازر المرتكبة ودوافعها. أما الاتصالات فهي قائمة منذ أمد بعيد. كان الجيش الإسلامي للإنقاذ يحاول من خلالها إقامة الحجة على أعداء الأمس واليوم وتحذير المتخاذلين من سوء عاقبة موقفهم المشين وتشجيع الغيورين الصادقين على ضرورة أخذ زمام المبادرة والعمل جميعا من أجل عودة الأمن والاستقرار للخروج بالبلاد من أزمتها. وكملنا له حكاية، هضرنا على البسيط، هضرنا كل حاجة. نعم. فكان البيان قوي وكان مبارك ودار زاد عطى القوة للمحاورين داخل النظام، وصلت لنقطة الرجوع. هنا كنتوا مازال ما اتفقتوش على بيان الهدنة بين الطرفين؟ ماشي الاتفاق النهائي الهدنة اللي نجسدوه مازال لأن احنا ماشيين نطرحوا في حل سياسي، لأن الحل السياسي اللي كان يطرحوا فيه الجماعة ويقول لك ما شاوروش السياسيين. كان عليهم أن يقولوا بكل رجولة أن السياسيين رغم الدعم اللي أعطاه لهم الجيش الإسلامي للإنقاذ، رغم الأوراق التي وضع في أيديهم، رغم أنه أنقذ الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مستنقع الجية بعدما أدخلوها فيها ودوبوها، أخرجها وأعادها إلى الساحة السياسية وجعلها مفاوض وطرف مع السلطة. ولكن بعدما فشلت الجبهة حاول الجيش الإسلامي للإنقاذ أن ينقذ ما يمكن إنقاذه وطرح الحل السياسي من جديد. وقعدت نحاول قدر الإمكان أن نرجع شيوخ الجبهة لطاولة المفاوضات. هنا حتى نستثمر الوقت سي مدني، وصلني البيان الهدنة. أنا جايك، لا مش البيان، الاتفاق جا في آخر لحظة، جا في جانفي 2000 باش ندار هذاك، لأن احنا مازال مشاكل قد الجبال. لما ندار بيان الهدنة بدات عملية كبيرة في وسط الجماعات المسلحة. بدينا احنا حتى الجية كاين بزاف قنعناهم بدينا نجيبوا، وكان لابد لنا من أدوات مقنع، من الادوات. انا بديتوا تهبطوا مازال ايش بك لهدنا المزن هذا مازال احنا مازال كل واحد في المواقع تاعو، الحوارات تم كامل عندنا والتنقلات تم قصك عبر الطائرات وكل حاجه. في هذا الوقت اسمع مليح، قمنا بارسال الشخص اللي قلت لك الشيخ القرضاوي للخارج. نعم. قمنا ايضا بتنظيم الجيش تنظيم محكم. قمنا ايضا بجلب الأموال التي سمحت بتغطية تكاليف الجيش في الهدنة. قمنا أيضا، وهذه الحاجة نشهد له بها لأنه كان يحس باللي المشاكل اللي تصير لي كان يدير ديجاست، وربي يرحمه دوك دارها بالدرع النظام ولا دارها بالأسلوب المخابرات تاعو الذكي، ولا كان عندي أنا واحد المشاكل في الغرب. القضية عندي واحد التركي والكي شريناهم ما وصلونيش ونسحقوهم هاي التركي والكي، وكان عندي بعض شويه تاع الذخيره، وعندي 16 كلاشينكوف نتاعي نتاع جماعه تاع الشرك ما دخلتش.
قلت له شوف الحاج، قلت له انا درت لك خدمه نتاع لي 3 كلاشينكوف وبرهنت لك باللي الجيش راهو يمشي بكلمه واحده. نعم. بصح حتى انا عندي قلت له واحد الماتريال راهو في الغرب عند الجماعه نسحق واحد نصيب منه جيبوا لي. قال لي طلب واش حبيت نديرو لك. قال لي رجله رجله. نعم. بون هذوك الكلاشينكوف خليتهم للجماعه، قلت لهم خليهم عندكم. و وجبت هذوك اللي تركي ولكي هذاك هذا العتاد الوحيد اللي نعتبره وصل لي انا من الخارج والله عليه. نعم. وكاين دو بيات دبرتهم في الاول خلاص. منين دخلوا هذو دخلوا عن طريق المروك، هذو نعم. سيدي ماتريال هكذا حتى يقولوا يتباع في بلي السوق سوداء في جابوني يتباع تما ويجيبوه جماعه. نعم. لا سوفيستيكي مش. فجابوا لي في الطياره والذخيره جابها في الطياره، واحد ما على بال واش كاين. لما هبطت في جوج الطياره تاع ركبه وراحوا يهزوها الجماعه تاع المخابرات والجماعه تاعنا، حاروا واش هذا الشيء اللي ثقيل، واحد ما عنده حق يعرف واش كاين. وصلوا لنا ما شاء الله. هذه الاولى. الامر الثاني كان ثاني الاموال. لما نبعث الشخص مثلا اللي يجيب لنا، يعني كان يجيب بالعقل 20,000 15,000 كل مره يجيب طريف. الحاج نقول له رد بالك واحد يمس فيه، قول لي خليه يخدم بالتلقائيه كيما مولف بيسكو السيد يعرف يدخل ويخرج واحد ما يحكمه. قال لي كي يحصل قول لي، وبفضل الله عمره ما حصل مره واحده. انا جاي ليها في قضيه تليفون ساتيليت، فسمح بدخول الاموال اللي كانت في مصلحتهم. لان احنا الاموال كانت تغطي المشاكل تاع الجيش باش ما توقعش الصدمات. دخلوا لي السيارات ايضا، السيارات تاع الجولف تاعي، السيارات تاع الكاسونسيس، السيارات تاع الفولكس فاغون فورغون. الجولف اللي كان عند الشيخ علي اللي بعثته له من بعد ما خرج، هذاك جبناه بموالنا بموال المحسنين تاع الخارج ودخلناه من الخارج. مشيتهم برا ودخلتهم. ماشي الدوله، ما مدت لي الدوله والو. حنا شريناهم وجبناهم. من بعد من حوال الشيخ علي مسكين نحاولوا المره الاولى ورديناها بالدراع، زادنا راح التلفزيون زادوا نحاولوا اليوم اي عندهم يديروا بها. كذلك كان فتحنا امور تاع التنقل تاع الخاوه. وهنا لازم ننبه الامر، احنا في الاستراتيجيه تاعنا في الهدنه كنا نستعد لاي طرح ربما تنقل الهدنه يهجموا علينا كذا، فكنا نمنع الجنود من نزول المدن ولا من لقاءات الشعب وكذا وكذا وكذا. مع الاسف هنا في الوسط خاصه الجهات تاع ابن حجر والجهات تاع الغرب تاعنا دارت لهم باللي راهي الاستقلال، فكانوا ينزلوا الاهالي تاعهم بالسلاح تاعهم ويدوروا بالسيارات حتى. فكانت توقع مشاكل ويوقعوا في يد الشرطه يوقعوا في يد الجيش. وكنا نتعبوا تعب كبير انا والحاج باش ننقذوهم، نزيدوا نعاودوا نجبدوهم من عند الشرطه من عند الدرك، ومن بعد نعاودوا نزيدوا نسترجعوا الاسلحه تاعهم بدراع شيبنا. هذه الاشياء لم تقع في الشرق الجزائري ابدا، ما وقعتش. احكي لي في المسلحين التابعين لك، يقال انه وقع لك مشاكل، كاين الناس معك في الجبل كانوا ضد الاتفاق اللي وقعته. جامي القياده كانت كل موافقه. بون كانت اتفاق بيان سير، كنا نتناقشوا نضربوا نتعيطوا، لكن القياده كانت كل موافقه في الاخير. طبعا كاين بعض الجنود في الفصائل في كذا يديروا، ولكن احنا كنا بناحيه القوه كنا مسيطرين سيطره كامله دوك راح تعرفها. فهذا المشكل خلق لي مشكل كبير انا، وخلق للحاج ثاني مشكل كبير مع الاركان ومع الدرك مع البوليس. ورزمه هو كان في موقع يسمح له باش يدير حوايج كبيره في الوقت هذاك. وطالت المده، اسمع مليحه، طالت المده هذه، وكل ما طول كانوا يطيحوا قتلى من الجنب تاعنا، وربما تصير اخطاء ثانيه في الجنب تاعهم. كانت الامور تتعفن من جديد، وكان الصراع الفوق في على هرم السلطه كان صراع كبير راهو محتدم. شكون يدي هذا السوكسي، شكون يدي هذا الشرف تاع الانجاز هذا، لان اللي يديه راح يكون هو الاقوى في المعادله تاع الحكم مستقبلا. فهنا بدات المشاكل تاع بتشين والعماري وكذا وكذا. واستقالة زروال انتخابات انا جايك استقالة زروال مسبقا. انا جايك الاستقالة. هما جماعه كانوا عندهم مشكل في العماري. العماري كان فيه الاركان، وكان قلت لك محمد العماري كاين ميل بتشين، وهما خدموا المستحيل. وهذه نعطيها
فريق توفيق على كل حال. يعني الحاج كان ما قدرش يديرها لأنه كان عصبي كيما أنا، على حتى شيء يقدر يخبط بلا ويخرج. ففريق توفيق كان عنده الصبر وعنده التحمل أيضا، باش كل مرة يمشي للعماري، كانوا ما يتفاهموش ويطرح له بهدوء أن هذا العمل هو المنجي وهو المفيد وليس غيره. بالعقل استطاع أن يحول العماري في الكفة الثانية. بعد العماري قبل يمشي في المفاوضات وسمح للشيخ فضيل باش يمثلوا في جميع المراحل بعد سي ذلك. مدني نذهب إلى فاصل ثم نعود لنستكمل باقي الحوار. تابعوا الجزء الثاني من الحلقة الأخيرة لشهادة مدني مزراق مع فيديو خاص وحصري للحلقة المفقودة هذا الاثنين في حدود 10:45 كيف أصبح هناك إجماع شبه إجماع داخل النظام على أنه خلاص المفاوضات هذه هي الحل للوصول إلى مصالحة وطنية؟ ما تكفلوش بهم، ما عطاونا دار، ما عطاونا أرض، ما عطاونا قرض، ما عطاونا ما عطاونا مال، ما عطاونا امتياز باش يسمع الشعب الجزائري باللي احنا ما بعنا ما شرينا. ولكن احنا هذا قانون الوئام كنا رافضينه جملة وتفصيلا، لأن القانون وضع لمجرمين الدمويين ولم يوضع لرجال كان لهم مشروع سياسي ظلموا واعتدي عليهم واضطروا للدفاع عن أنفسهم. هذا التدخل الأجنبي اللي رفض في العراق ورفض في أفغانستان نتفاجأ بوجوبه وفرضيته في ليبيا وفي سوريا مرة أخرى. طبعا ما ورد في هذا التقرير مهم جدا، وفي الحقيقة لا يعبر عن قناعة لا البرنامج ولا القناة الشروق، يعبر عن قناعة سيد مدني مزراق معد هذا التقرير.